السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل الفطير المشلتت بطريقة حلوة جدا واسهل بكتير من الطريقة المعتادة ومقادير مظبوطة قوي. ان شاء الله تجربوه وتاخدوا احلى نتيجة للفطير المشلتت. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنستعمل 6 كوبايات دقيق ونحط عليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض كويس ونحط عليهم المية الدافية بالتدريج. المية هتبقى تقريبا نص كمية الدقيق، يعني لو عاملين 6 كوبايات دقيق هنستعمل 3 كوبايات مية دافية، ونحط المية دايما بالتدريج ونعجن كويس قوي ونخلي الدقيق يشرب كويس قوي من المية. وننقل العجينة للترابيزة اللي شغالين عليها ونفضل بقى رايحين جايين فيها كده ونعمل شوية عضلات بقى. لازم في الاخر العجينة نحس ان هي ناعمة، لو حسيناها خشنة شوية ممكن نزود لها شوية مية صغيرين، ولو لقيناها بتلزق نحط لها رشة دقيق. لازم في الاخر تبقى مطاطية كده وناعمة. وننقلها تاني للطبق ونغطيها ونسيبها ساعة ترتاح علشان تبقى بتتفرد معانا كويس. وبعد الساعة هنطلعها من الطبق ونعملها رول ونحاول نخليه كله سوا واحد، ونحط كف ايدينا على اول قطعة ونقطعها ونعملها كده على شكل كورة، ونقسم باقي العجينة على 6 قطع، كل قطعة فيهم تاخد مقاس 3 صوابع علشان يطلعوا اصغر من اول قطعة، وكل قطعة فيهم برضو تتعمل على شكل كورة بالشكل ده. وننقل بعد كده قطع العجين لصينية فيها زيت وندهن كل قطعة بالزيت كويس علشان تبقى طرية، ونغطيها ونريحها ربع ساعة كمان قبل ما نبدأ نفردها. وبعد الربع ساعة هنكون مجهزين حوالي نص كوباية سمنة سايحة، وندهن الكاونتر اللي هنشتغل عليه، وبعد كده نبدأ بأول كورة احنا عملناها اللي هي الكبيرة ونفردها كويس وندهنها بالسمنة علشان تتفرد معانا حلو ويبقى بإيدينا كده من جوه لبره، وهنلاقيها بتتفرد بسهولة علشان مريحينها كويس. نحاول نخليها رفيعة على قد ما نقدر. السمك كده كويس قوي. هنفرد دلوقتي تاني كورة وبرضه ندهنها كويس قوي بالسمنة، ودي مش هنفردها جامد زي اول واحدة، هنخليها حوالي نص العجينة الاولى، ونشيلها كده بالراحة وننقلها على اول عجينة فردناها، ونمشي كده عليها بايدينا بالراحة علشان نطلع اي هوا موجود، ونكمل بقية الكور بنفس الطريقة. نفرد كل واحدة فيهم ونحطهم فوق بعض. الطريقة دي بتبقى اسهل بكتير من ان احنا نطبق كل عجينة جوه التانية. جربوها بالشكل ده وهتلاقوها اسهل واسرع بكتير. وبعد ما فردنا ال7 كور وحطيناهم فوق بعض، هنقطع اول عجينة عملناها من الحرف بالشكل ده ونطبقه على العجين اللي جوه، نفرده كده بالراحة ونقفل كله على بعض. وهندهن الصينية اللي هنسوي فيها، وعلشان ننقل الفطيرة هنمسكها من الحرف ونتنيها من النص على كف ايدينا ونحطها في الصينية، وبالراحة قوي نفرد الفطيرة في الصينية كويس. انا عن نفسي بحبها رفيعة، انتوا تقدروا تطلعوها بالسمك اللي انتوا عايزينه. وبعد كده نخبزها في فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة او تلت ساعة بالكتير لغاية ما تحمر ويبقى لونها ذهبي بالشكل ده. وادي الفطيرة بتاعتنا بعد ما جهزت، واخدة لون حلو من فوق ومستوية كويس من تحت وطرية زي ما انتوا شايفين. وممكن برضو الفطير نغطيه اول ما يطلع من الفرن لمدة ربع ساعة، بيبقى اطرى ونتيجته كويسة قوي. وادي شكله من جوه مورق ومستوي كويس. يا سلام بقى طبعا معاه مع شوية عسل، ما اقولكوش الجمال. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك وشير وكومنت. شكرا.